السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم في احسن حال، وجمعة مباركة علينا وعليكم ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عندنا شقة النهاردة في مكرم عبيد. مساحتها 240 متر. هي قدام دار الأرقم، للي يعرف دار الأرقم اللي موجود في مكرم عبيد في مدينة نصر. الشقة دي مرخصة ومسجلة شهر عقاري، وكمان فيها العقد الأخضر تصلح تمويل عقاري. عبارة عن 4 غرف. طبعا أولا كده دي صور مبدئية للمكان أو العقار والمدخل والشكل من بره. هوريكم صور سريعة وبعد كده فيديو للشقة بالكامل إن شاء الله. تابعوا معايا الفيديو النهاردة، وما تنسوش تحطوا اللايك واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد إن شاء الله. اولا الشقه زي ما قلت لكم فيها 200، هي مساحه 240 متر، 4 غرف كبار مساحتهم كبيره جدا، وكمان فيها ريسبشن. الريسبشن مساحته كبيره، وهو 4 قطع او ممكن 5 قطع كمان. فيها 2 حمام، فيها غرفه ماستر، والمطبخ مساحته كبيره جدا، متشطبه على اعلى مستويات التشطيب. هاي سوبر لوكس. دي اول سكن. المطبخ كبير وشيك جدا، وطبعا زي ما انتم شايفين هيتباع المطبخ بالكامل. يعني هو متفصل كمان المطبخ اهو زي ما انتم شايفين، البيع بالمطبخ ده. الشقة دي في الدور الثامن، والبرج 12 دور. فيها 2 اسانسير، وكل دور على شقتين. مباني 2005. تشطيبات الشقة كلها بصراحة راقية جدا. شايفين هنا ده شغل الريسبشن، كله سبوتات، بيت نور، جبسن بورد، يعني كلها اعلى درجات التشطيب. وكمان الابواب بتاعتها من الارو. تشطيباتها كلها حديثة زي ما انا قلت لكم. فيها 2 حمام. ده الحمام التاني، شفنا صورة الحمام الاولاني وده الحمام التاني. هوريكم صور دلوقتي او شكل الشقة فيديو. ده كده شكل ال2 اسانسير. طبعا ده في الدور الثامن اللي موجود في الشقة. بداية كده بندخل باب الشقة، وده كده الدور اللي موجود فيه الشقة. اول ما بندخل على طول بيقابلنا زي طرقة مربعة، واللي على الشمال ده باب الريسبشن. طبعا زي ما انتم شايفين التشطيبات كلها حديثة، ودي اول سكن ما سكنتش قبل كده، تشطيباتها لسه جديد. طبعا فيها عداد كهرباء، فيها عداد غاز، يعني مش محتاجة اي حاجة خالص للشقة. ده كده شكل الباب. الريسبشن هندخل كده ونشوف شكله. الريسبشن كل الشبابيك اللي فيه ألموتال يعني بمستوى كده الشقة كلها. فيها طبعا بلكونة دلوقتي وهنشوف شكلها. دي كده الشبابيك اللي موجودة. الأرضيات كلها بورسلين فرز أول، وطبعا الإضاءة هنا من أعلى درجات الإضاءات أو التشطيبات في الكهرباء. طبعا شكل الريسبشن ما شاء الله كبير جدا، مساحته كبيرة. على فكرة المكان اللي موجود فيه هنا الشقة في مكرم عبيد من أرقى الأماكن، اللي هي عند مسجد الأرقم. المكان ده راقي جدا. ده شكل الريسبشن زي ما احنا شايفين. هنفتح كده ونشوف الفيو من بره شكله ايه. طبعا هنا في الشبابيك الألموتال، وده الفيو من بره. واللي هناك ده هو مسجد الأرقم أو دار الأرقم. الشقة في الدور الثامن، مسجلة ومرخصة شهر عقاري، هتصلح تمويل عقاري. بس مش عارفة السعر، يعني هو سعرها 3,200,000 قابل للتفاوض يا جماعة. السعر 3,200,000.
مرخصة وفيها العقد الأخضر. هي الشقة بصراحة مش عايزة أي كلام، بس أنا كنت أتمنى والله العظيم زيكم إن هو يكون السعر أقل من كده، بس فعلا كموقع ومكان السعر هو كده. يعني هو في الأماكن دي يعني هنقول إيه، الأسعار هناك كده. وفي على فكرة حاجات أماكن تانية أسعارها أعلى من كده بكتير. 3,200,000، والسعر أكيد هيكون فيه تفاوت شوية. كده احنا شفنا مواصفات الشقة كلها وبياناتها والموقع بصراحة مش عايز اي كلام. الشقة كمساحة وتشطيب يعني فعلا مش عايزة اي حاجة خالص. مباني العمارة 2005، والدهانات بتاعتها الوانها فاتحة زي ما انتوا شايفين، وكمان البيبان كلها ارو. الوان البيبان كلها غامقة زي ما انتوا شايفين، لونها بني. وده شكل المطبخ. بصراحة المطبخ تحفة. في كمان شباك ألموتال هنا اهو بيبصلنا على الشارع كمان. وده شكل المطبخ. الخشب اللي فيه كله أرو، والحوض كتشطيب. فيها طبعا الغاز. هنا برضو فيها بيت نور، فيها سبوتات. يعني شغل عالي جدا من أعلى درجات التشطيب. ده كده اشكال البيبان، وكده خلصت مواصفات الشقة كلها وبياناتها. اتمنى تكون عجبتكم للي عايز او مناسب معاه السعر. 3,200,000، وان شاء الله يكون السعر قابل للتفاوض. ولو حد عايزها تمويل عقاري هتنفع تمويل عقاري، لان هي مسجلة ومرخصة وفيها العقد الاخضر. البرج راقي جدا في مكرم عبيد. مع السلامة وفي حفظ الله، في امان الله.